بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. باسم اللجنة العليا لعشائر البصرة وشيوخا ووجهاء وسادة البصرة، نقف هذه الوقفة الاستنكارية المعلنة ضد ما بدر من كلام غير مقبول ومسيء لشيوخ مواطني البصرة. وكما يعلم كل والجميع بتاريخ أهل هذه المدينة المجاهدة التي سطرت كثيرا من المواقف الشجاعة على مر الزمن وبكل الأزمان، حتى سميت بمدينة الشجعان، مدينة الكرامة، ومدينة الكرم العربي. وعلى النحو لا نسمح أبدا بالمساس بأهلها لا من قريب ولا من بعيد. ونرفع شكوانا إلى السيد وزير الداخلية المحترم وإلى السيد الوزير رئيس الوزراء المحترم باتخاذ ما يلزم. أولا إقالة قائد الشرطة، ونطالب كذلك من قائد الشرطة أولا تقديم الاعتذار الرسمي المعلن، وكذلك نطالب بتكريم الرجل الشجاع الشيخ العميد محمد ناصر السعدون المحترم لموقفه الشجاع المعبر عن وطنيته، وموقف يليق برجل شجاع وشيخ عربي وقائد عسكري بما يحمله من غيرة وطنية. ولنا عتاب كبير على كل الضباط وممثلين الشعب من البرلمانيين على موقفهم الغير واضح، ونطالبهم بمساندة هذا الشجاع العميد محمد ناصر السعدون. والله الموفق. اللجنة العليا لعشائر البصرة، شيوخ وجهاء سادات البصرة.